إيه هو التعلم وإيه هو التعليم؟ وإيه الفرق بينهم؟ التعلم بيحصل في أي وقت وفي كل مكان، مش في المدرسة بس، وهو عبارة عن تغير مستمر بيحصل كل يوم، سواء في السلوك بتاعنا أو طريقة تفكيرنا أو فهمنا للحاجات. التغير ده ممكن يكون بسبب موقف معين اتعرضنا له أو ظروف معينة أو خبرات مرينا بيها. يعني مثلا إن احنا نعرف نسوق عجلة ده يعتبر تعلم، ولو قعدنا سنين من غير ما نركب عجل ده مش معناه ان احنا محتاجين نتعلم من اول وجديد، وده المقصود بتغير مستمر. فلو مثلا كان عندك امتحان في مادة معينة وبعد كام يوم جه حد سألك في المادة دي ومعرفتش تجاوب او ما افتكرتش، اعرف على طول ان ده مش تعلم، ممكن تسميه حفظ، دح، مذاكرة، اي حاجة غير تعلم علشان مش مستمر. اما التعليم فهو عملية منظمة بتتكون من طرفين، معلم ومتعلم، ومن خلال العملية دي المعلم بينقل الخبرات اللي عنده للمتعلم وبيشوف ايه مهاراته وبيحاول ينميها له، والمعلم ممكن يتأكد من نجاح العملية دي اللي هي تحسين المهارة أو استيعاب المعلومة المطلوبة عن طريق مثلا أسئلة، أنشطة بيخصصها المتعلم للطرف التاني. واللي هناخده دلوقتي حرف الألف. حرف إيه؟ الألف. حرف الألف ده من الحروف المميزة، ولما بتبقى الهمزة فوق بنقول لما تبقى الهمزة تحت بنقول إيه. أنت يا بنت يا صباح، أنت بنت مذاكرة إيه؟ قولي لي يا بنت كلمة بتبتدي بحرف الإيه. ايه إيه؟ أنت يا راجل أنت قول لي كلمة بتبتدي بحرف الإيه. انتوا مين يا أخويا؟ انتوا وده بالظبط اللي بيحصل في المدرسة، بغض النظر إذا كان ده بيحصل بطريقة صح أو غلط. نفهم من كده إن التعلم ده نشاط ذاتي، بمعنى إنه مش بالضرورة يكون في شخص معلم موجود بيعلمنا، وبيحصل باستمرار في أي مكان، ومش مقتصر على سن معين، ومش شرط نحس بيه وهو بيحصل، وبنقيمه على أساس التغير اللي بيحصل. أما التعليم بقى فبيحصل في أماكن وظروف معينة، وبيكون في طرفين، معلم ومتعلم، والمعلم هو اللي بيدير العملية دي بغرض تطوير مهارات وقدرات المتعلم، وبنقيمه زي ما قلنا قبل كده عن طريق أسئلة أو أنشطة بيخصصها المعلم للمتعلم. التعليم والتعلم بيتناولوا موضوعات زي مثلا تطوير المعلم، وده بيركز على دور المعلم وإزاي يطور من نفسه عشان يعرف يتعامل مع الطلاب بصورة أفضل، والتصميم التعليمي، وده بيوضح لنا إيه اللي المفروض نحطه في اعتبارنا وإحنا بنقدم المادة دي، وإيه أنسب طريقة نوصل بيها المادة للفئة المستهدفة. في كمان إدارة المناهج، ودي بتركز على إن المناهج الموجودة بتأدي الغرض المطلوب منها، وإزاي نستخدم الموارد اللي عندنا ونوظفها صح عشان يبقى التعليم أفضل. وكمان عندنا نظريات التعلم، ودي بتتناول الأطر اللي من خلالها بنعرف الطرق والأساليب المختلفة لتوصيل المعلومة، وإزاي نتأكد من وصولها، وإيه هو دور المعلم وإيه هو دور المتعلم. طيب، تفتكر هنستفيد إيه يعني من دراسة التعليم والتعلم؟ دراسة التعليم والتعلم هتساعدنا إن احنا نبقى فاهمين إن التعلم ملوش سن معينة، ونفهم المخ بيشتغل إزاي، ونحسن من طرق التعليم بتاعتنا. فالمدرس مثلا يبتدي يفهم الطلاب اللي قاعدين قدامه، ويستخدم أساليب تعليم مناسبة ليهم وتحببهم في اللي هما بيدرسوه، وده بالتالي هيزود من مشاركتهم الفعالة في المجتمع ويغير من سلوكنا كلنا للأحسن.